مريض سكر وهتصوم في رمضان، ركز قوي في الحلقه دي، ودي الحلقه رقم 4 من حلقاتنا الرمضانيه. اول حاجه واهم حاجه، قبل ما تفكر انك تصوم ارجع لدكتور بيتابع حالتك وشوف هينفع تصوم ولا لا. تاني حاجة، قسم فطارك على مرحلتين. أول مرحلة بتكون طبق الشوربة والسلطة وجزء من البروتين. المرحلة التانية بيكون بقية البروتين ومعاه الخضار المطبوخ والكارب بتاعك زي البرغل أو الرز، وطبعا الفاكهة بنخليها في الآخر خالص عشان سكر الدم ما يرتفعش بسرعة. تالت حاجة، أخر ميعاد السحور على قد ما تقدر، وده عشان تحافظ على سكر الدم بتاعك أثناء ساعات الصيام وما يجيلكش هبوط. رابع حاجة، وده شيء أساسي سواء في رمضان أو بره رمضان، اعتمد دايما في أكلك على الأكل المشوي، الأكل الصحي، ابعد تماما عن أي مقليات، ولو هتحتاج إنك تحط دهون في الأكل بتاعك يبقى اختار الدهون الصحية وابعد عن الدهون المشبعة. خامس حاجة، الكارب بتاعك خليه دايما الكارب المعقد زي الشوفان، البليلة، وابعد تماما عن النشويات البسيطة. سادس حاجة، اهتم دايما بقياس مستوى السكر بتاعك في الدم، خصوصا في الفترة ما بين بعد الفطار لحد السحور، ولو ظهر عليك عرض من الأعراض دي وقف الصيام فورا. رعشة، زغدلة، هبوط، إحساس بالتنميل، فقدان التركيز، أو جيت تقيس السكر بتاعك لقيته أعلى من 300 أو أقل من 70، اقطع صيامك فورا. طيب نفسك راحتك للحلويات، تعمل ايه؟ اكتفي بقطعة واحدة بس صغيرة في مرة واحدة بس أو مرتين خلال الأسبوع كله. بس كده، ودي كانت نهاية حلقة النهاردة. يا ريت لو أنت مريض سكر تهتم بالحاجات دي. أنا دكتورة فاطمة عباس، ثيرابيوتيك نيوتريشن سبيشاليست سيرتيفايد فروم ذا أمريكان بورد. برحب جدا بكل أسئلتكم. لو عندك أي استفسار تقدر تسيبهولي في كومنت أو تبعت لي رسالة. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان. باي باي.